فكرت في مشروعات كتيرة وما خدتش خطوة. لا، خدت خطوة واستمريت شوية بس ما كملتش. لا، برضو خدت خطوة وكملت بس فشلت واحبطت وما قمتش تاني. كل ده واحنا بنلوم الظروف وواقفين محلك سر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا اسلام اسامه وانت تتفرج على قناه فهمني. فكره القناه ان انا اقرا كتاب وافهمه بحيث ان انا اوصل لك تجربه اشخاص وصلوا لمكانه معينه وبيحاولوا يسهلوا عليك الطريق. فلو حابب تستفاد اشترك في القناه. الجزء الثاني من عالم الايه من كتاب التدفقات الناديه للكاتب الجميل روبرت كيوساكي. هنفهم في الحلقه دي يا صديقي ازاي تدير حياتك وتطلع من فخ الوظيفه وازاي تبني مشروعك الخاص وايه المشاكل اللي هتقابلك عشان تعالجها. تحضر كوب قهوه وصلي على النبي وندخل في المبين. عرفنا في الحلقه اللي فاتت يا صديقي ايه انواع التدفقات الناديه، وعرفنا نحدد فلوسنا بتدخل منين من انهي فئه من الفئات الاربعه الاي والاس والبي والاي، وان ممكن مصدر دخلي يتولد من الاربع فئات دول. والمفروض ان احاول اغير فكري عشان ننتقل من الجانب الايسر للجانب الايمن. ودلوقتي بقى عاوز اطرح عليك سؤال. عمرك فكرت ليه انت بتبتدي في مشروع وبعد كده ما بتكملوش؟ ولو كملته مع اول مطب اهو تقع ما تكملش. تعالى وانا اقول لك ده بيحصل ليه. بيحصل يا صديقي عشان الكسل والخوف اللي جوانا ومش حاطين هدف محدد قدامنا محتاجين نوصل ونصبر عليه شويه لحد ما يحقق اللي احنا عاوزينه. تخيل كده عندك جمل وذبحته وعاوز تاكله. بديهي كل يوم هتاخد منه جزء لحد ما يخلص. خطوات صغيره هتمشي عليها لحد ما توصل للي انت عاوزه. فجهز لي بقى ورقه وقلم وما تستهونش باللي بقوله لك. هتكتب هدف واحد بس وهترتب ان كل يوم هاخد نص ساعه عشان احقق الهدف ده واستمر عليه. ممكن تزود عن نص ساعه بس انت ومقدرتك، بس قليل دائم خير من كثير منقطع. المهم الهدف ده انك ممكن عاوز تجيب فلوس مثلا او تسوق لمنتج معين او تصنع محتوى زي اللي بقدمه لك دلوقتي. ايا كان الهدف اللي انت عاوز تحققه. وبصراحه انا لما عملت كده الموضوع فعلا فرق معايا في كتابه المحتوى وتصويره والمونتاج بتاعه وغيره. وكانت الدنيا عندي بايظه خالص، شغل وبيت ومش لاقي وقت ان انا اكتب المحتوى. بس لما قعدت مع نفسي وشفت الوقت اللي بيضيع في السوشيال ميديا والمواصلات وغيرهم وقدرت استغلهم فرق معايا جدا. واهو الحمد لله قادر اقدم لك المحتوى دلوقتي وان شاء الله ينول اعجابك. وعشان ما اطولش عليك ورقه وقلم واكتب انت عاوز تعمل ايه وابدا من دلوقتي. وده يخلينا نسال نفسنا سؤال: ايه اللي هبدا فيه؟ حلو السؤال. شوف انت حابب ايه. حابب تسويق يبقى هاخد كورس في التسويق. حابب مونتاج يبقى هاخد كورس في المونتاج. حابب برمجه يبقى انا هشوف الكورسات اللي بتعلم برمجه. بس ما تحاولش تشتت نفسك وشوف مجال معين ادخل فيه. بلاش موضوع كل حاجه ده، يعني هتعلم مونتاج واتعلم تسويق واتعلم برمجه واتعلم كل حاجه، يعني مفيش الكلام ده. وده عشان احط نفسي على اول الطريق، ومن هنا هتبقى بدات اول خطوه في حياتك واول خطوه في المشروع. نيجي بقى نشوف المشكله اللي ممكن تقابلك، وده مش فيك لوحدك، وان احنا بنحب الحاجه تيجي بسرعه وعلى طبق من دهب. فتحت مشروع منتظر ان يجيب لك فلوس كتيره وبسرعه، وطول ما هو بيجيب فلوس بسرعه انت مبسوط. طب لو ما جاش بسرعه بتقفله، لا اما تدور على فرصه تانية لا اما خلاص تقف وترجع من البدايه. وده اللي مش حابك تقع فيه. اتحلى بالنفس الطويل والصبر وما تخافش انك تغلط، ولو غلطت عيد تاني حساباتك من تاني وكمل. ليا واحد صاحبي فكر ان هو يفتح مشروع جنب وظيفته، وركز في النقطه دي عشان هرجع لها تاني. اول حاجه فكر فيها انه عنده خبره في المشروع اللي هيدخله ده، ولازم يا صديقي يكون عندك الخبره في المشروع اللي هتخشه. ولو ما عندكش الخبره استعين بحد عنده خبره في المجال ده او انك تروح تتعلم. المهم بجانب الخبره دي عنده المصادر اللي هيجيب منها الشغل بسعر قليل، وليه علاقات بالناس اللي هيبيع لها. وبالفعل بدا واتضحك عليه وخسر بالرغم ان هو فاهم الشغلانه. وبعدين حاول يجمع فلوس من هنا على فلوس من هنا وحاول يبدا من تاني، وبسم الله ما شاء الله ربنا فتح عليه جدا. دلوقتي كان ممكن اول ما خسر يعمل زي ناس كتيره بتعمل، يوقف ويرجع لوظيفته لو هو ما سابهاش، ولو سابها يشوف له وظيفه تانية. مش في ناس بتعمل كده؟ بس هو كان حاطط في دماغه انه ما ينفعش طول حياته يعيش موظف، لازم يكون عنده دخل تاني يقدر يسنده، وممكن في يوم من الايام يسيب وظيفته. المهم فاكر لما قلت لك ان صاحبي ده عنده مشروع وموظف في نفس الوقت؟ السؤال هنا: انا موظف وعاوز ابدا مشروع، هل استقيل وابدا مشروعي ولا اكمل وابدا مشروع جنبه؟ مع اني مفيش وقت للمشروع وشغلي واخد كل وقتي. وممكن تكون شخص متزوج عندك متطلبات بيت وزوجه وابن محتاجين فلوس والمفروض انك توفرها. كل ده هنعرفه ان شاء الله في الحلقه اللي جايه، واسيبك هنا تفكر في الكلام اللي قلته لك، ومستنيك بفارغ الصبر في الحلقه اللي جايه. وما تنساش بقى تشوف الفيديوهات اللي فاتت والفيديوهات اللي جايه لعلك تنتفع بها وتفيد غيرك. دمتم في امان الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.